ازيكم؟ جمعت لكم النهارده اهم 10 اسئله بتسالهم دايما عن القطط. تقريبا ما بيعديش يوم غير لما اتسال واحد او اتنين او حتى كل الاسئله ديت واضطر اجاوب عليها. لو عندك اي سؤال فانا اتوقع بنسبه 80% ان هيكون واحد من الاسئله اللي هنجاوب عليها النهارده، فتابع الفيديو ده للاخر. ما اعتقدش ان في حد مربي للقطط او ينفع يقول على نفسه مربي القطط ومش عارف اجابات الاسئله دي. هنقلبهم كده وناخد سؤال سؤال عشوائي بدون اي ترتيب. اول سؤال معانا النهاردة: ايه المشكلة في السمك واللبن؟ بصوا، دايما بتسأل السؤال ده. هو السمك بيوقع الشعر، هو اللبن مشكلته ايه مع القطط؟ الاتنين مش افضل حاجة. اولا اللبن فيه اللاكتوز، واللاكتوز بطبيعته معظم القطط ما بتعرفش تهضمه كويس، فبيعمل لي اسهالات. كويس، فبلاش منه خالص، ريح نفسك من اللبن. طب لو مضطر له، ادي للقطة بكميات صغيرة. لو حصل منها اسهال خلاص هتوقفه، ما حصلش اسهال والامور تمام فهتكمل بيه عادي، بس برضه بكميات صغيرة. اما بالنسبة للسمك، هو علميا مفيش اي مشكلة خالص او اي علاقة ما بين السمك وما بين تساقط الشعر، بس كمربي للقطط او وجهة نظري الشخصية، مفيش مرة اكلت القطة بتاعتي مرة او مرتين ورا بعض سمك غير لما بلاقي ان شعرها بيقع زيادة عن الطبيعي. فنريح نفسنا، ما نكترش من السمك. الكلام ده على الزيادة فيه. اما لو اكلت مرة او مرتين مثلا في الشهر مفيش مشكلة، مرة كل اسبوع مفيش مشكلة خالص من السمك. هنخش بقى على السؤال التاني، برضو الموضوع عشوائي خالص: التطعيمات مهمة ولا لا؟ طبعا ده السؤال الطبيعي بتاع اي حد لسه مبتدئ، هل التطعيمات مهمة ولا لا؟ هو طبيعي التطعيمات تكون مهمة، والا احنا مش هنقول لك طعم القطة بتاعتك. كل تطعيم له الاهمية بتاعته. الديدان عشان تمنع ان القطه يجي لها ديدان، الحشرات عشان الحشرات، السعار عشان السعار ما يجيش للقطه بتاعتك، والرباعي او الثلاثي عشان الامراض اللي انتوا عارفينها زي الكاليسي. الحاجات دي لما بتيجي القطه او الامراض دي لما بتيجي القطه ما بتتعالجش منها، فطبيعي التطعيمات مهمه لو انا عندي الامكانيه الماديه. لو ما عنديش الامكانيه الماديه فالموضوع بيكون فيه حسابات تانية، بس الطبيعي لما تسالني التطعيمات مهمه ولا لا فطبيعي لازم تكون مهمه. فاهمين الفرق؟ خلاص كده السؤال التاني. هنخش على السؤال التالت: افضل نوع رمل ايه؟ انا جربت تقريبا كل الانواع، جربت الرمل الخشبي، جربت الكريستال، جربت الكربون، وجربت رمل البناء اللي هو العادي. يعني لو سألتني على الافضل فهو الكربون. الخشبي تجربتي معاه كانت وحشة خالص، سيء. الكريستال فكرته اصلا مش حلوة، بلاش. ورمل البناء او الرمل العادي ده طبعا سيء للغاية، في كل العيوب بتاعت منتجات الرمل موجودة في العادي. رمل الكربون أفضل حاجة ممكن تستعملها للقطة بتاعتك، أو ممكن تدربها على الحمام زي ما هقول لكم في الفيديوهات الجاية، أو زي ما أنا هبدأ إن أنا أدرب القطة بتاعتي إزاي تعمل حمام. يبقى أفضل نوع رمل ممكن نستعمله هو رمل الكربون، باختلاف الشركات. في شركات كتيرة في السوق، سواء مصري أو تركي أو صيني، بس كاتيجوري هو الرمل الكربون افضل حاجه ممكن نستعمله. خلص السؤال. السؤال اللي بعد كده: اعراض الاسهال والترجيع والعطس والكح. ما بيعديش يوم غير لما اتسال القطه بتاعتي عندها اسهال، بترجع، بتسهل، بتعطس، بتكح. بص يا شباب، كل الاعراض دي ملهاش حل او ملهاش علاج غير علاج واحد بس او حل واحد بس، ان انا باخد القطه بتاعتي وبروح على اقرب عياده او اقرب دكتور. طب ليه انا مش هقول لك على علاج حاجه زي كده؟ لان دي عرض مش مرض. يعني الاسهال ده هتلاقيه في كل الامراض تقريبا او في معظم الامراض. لو في نزلات معويه، في برد، اصابات فيروسيه، اصابات بكتيريه. فانا ايه عرفني التشخيص بتاع القطه بتاعتك عشان مجرد عندها اسهال؟ فلازم توديها للدكتور بيفحص القطه، يشوف الحراره، ياخد الاعراض، ويبدا يشخص ويعالج. اما فكره انك تعالج اسهال بس فالموضوع صعب، يعني مفيش حاجه اسمها علاج اسهال بس. فاتمنى بعد كده ما اشوفش حد يسالني على الاسهال والترجيع والعطس والكح. السؤال اللي بعد كده: اجوز القطه بتاعتي امتى؟ افضل وقت تجوز القطه بتاعتك فيه بعد ما تكمل سنه. يعني هي ممكن تبلغ قبل كده، الولاد ممكن تبلغ قبل كده والبنات ممكن تبلغ قبل كده. 7 شهور 8 شهور ممكن تلاقي ان القطه بتاعتك بدات تطلب جواز او القط بتاعك بدا يطلب جواز. بس الافضل بالنسبه لنا احنا نستنى لما تكون بقت سنه. طب ليه مش قبل كده؟ عشان تستحمل الحمل، عشان ما يحصلش تعثر في الولاده، عشان تكون عندها خبره ان هي تعرف ترضع
الكيتنز الصغيرين وينزل لهم اصلا حليب فترضعهم وما يموتوش منها، لان بتقابلنا كتير مشكله ان اول خلفه دايما او اول ولاده دايما للقطط بتكون مش افضل حاجه وبيموتوا منها. ده من ضمن الاسباب ان هي متجوزه بدري. خلصنا من السؤال ده، هنخش على السؤال اللي بعد كده. القطه بتاعتي شعرها بيقع، اعمل ايه؟ طبعا ده مش بجاوب عليه كل يوم، انا ممكن اجاوب عليه 5-6 مرات في اليوم. تساقط شعر القطط، تساقط شعر القطط مشكله مفيش حل نهائي ليها، يعني اللي يقول لك حل نهائي لتساقط الشعر ده بينصب عليه. بس احنا نقدر نقلله على قد ما نقدر. ازاي بنقلله؟ اول حاجه لازم القطه بتاعتك تكون متطعمه ديدان، تكون متطعمه حشرات، دي اساسي. ما ينفعش تقول لي انا عايز امنع تساقط الشعر وهي عندها ديدان او حشرات، مهما عملت هتفضل توقع. تاني حاجه انا لازم امشط الشعر 2-3 في اليوم بالمشاطه الدقيقه بتاعه القطط عشان الم الضعيف. لما بتلم الشعر الضعيف في المشاطه بتاعه القطط فانتشاريه او معدل تساقط الشعر من جسمها يكون قليل مش محسوس. الخطوه اللي بعد كده الاكل، لازم اظبط الاكل، لازم نظبط الاكل، لازم نظبط الاكل. في حاجات معينه ممكن تؤدي او تكون سبب لتساقط الشعر زي كتر السمك، زي ان انا باكلها اكله واحده او متعوده على نوع واحد من الاكل والنوع ده مش مكفيها بالعناصر الغذائيه اللي هي محتاجاها او اللي بتساعد على عدم تساقط الشعر. عملنا الحاجات دي كلها او لسه القطه بتاعتي بتسقط شعر يا دكتور، ففي حاجه مهمه ممكن نعملها لها، وهي ان احنا نديها مكملات غذائيه زي الاوميجا 3 و6 وفيتامين الف د 3 اهي. طيب هل احنا ممكن نعمل الحاجات دي كلها وتفضل القطه بتقع شعر؟ ممكن، لان احنا زي ما قلنا دي مشكله ملهاش حل تماما، بس مع الحاجات دي هتلاقي الموضوع يكاد يكون مش موجود. وصلت الفكرة؟ خلصنا من السؤال ده، هنخش على السؤال اللي بعده. ازاي اعرف ان القطة حامل؟ عشان اتأكد ان القطة بتاعتي حامل 100%، انا عايز اتأكد بقى، فلازم سونار، جهاز السونار. تمام، باخد القطة بتاعتي بوديها عيادة، الدكتور بيفحصها وبيشوف الجنين ويقول لك اذا كان صاحي ولا لا، ممكن يقول لك هي حامل في كام واحد. فافضل طريقة او اضمن طريقة تعرف اذا كانت حامل ولا لا هي السونار. طب انا مفيش امكانيه اوديها تعمل سونار، عايز اعرف الاعراض بنفسي. ممكن تقدر تاخد بالك عن طريق ان القطه بطنها بتكبر، تلاقي البطن الوظت كده وبقت مقلبظه في نفسها وكبيره، بيبان عليها. يعني انت عارف القطه بتاعتك وعارف طبيعتها، فلما بتحصل حاجه زي كده بيبان على القطه ان هي حامل. بتاخد بالك بطنها بدات تكبر والحلمات لونها بيتغير وبتكبر برضه، دي العلامات اللي ممكن تعرف اذا كانت حامل ولا لا. في طريقه كمان هي ان احنا بنضغط على البطن، بس دي مش اي حد يعملها، ما انصحش اي حد ما عندوش خبره يعملها. بنحس كده بالراحه على الاجنه ممكن تحسهم، ما انصحش اي حد يعمل النقطه دي عشان لو ما عندوش خبره ممكن يؤدي الى اجهاض والكيتنز يموتوا. فبلاش، للي ما عندوش خبره. يبقى دي الطريقه اللي بنعرف بيها ازاي القطه حامل. السؤال اللي بعد كده وتقريبا الاخير، مش عارف دول يعني كنت عامل 10 اسئله، مش عارف بقى هم 10 ولا سقط منا حاجة. السؤال المخيف المريب لكل البنات في الكرة الأرضية: هل القطط بتعمل عقم للبنات ولا لا؟ طيب خلونا كده نجاوب على السؤال ده براحتنا. أولا الخوف كله من طفيل اسمه التوكسوبلازما. التوكسوبلازموزيس أو الإصابة بالتوكسوبلازما ممكن يكون أسبابه كتير، يعني أنت ممكن أو أنت ممكن تتصابي بالتوكسوبلازموزيس من الأكل الني. يعني انت بتاكلي لانشون او حاجه ممكن يجيبهولك، مش القطط بس. انا مش عارف احنا ليه حصرنا الموضوع في القطط ممكن تنقله، ممكن. تمام، دي حاجه. الحاجه التانية عشان يتنقل لازم القطه تعمل حمام، والحمام يفضل في الرمل اكتر من 24 ساعه، حوالي 36 ساعه، عشان يتحول لطور معين كده المعدي. يعني انا لو بشيل الرمل قبلها مش هيحصل حاجه، لو بنضف الرمل قبلها مش هيحصل حاجه. بعد كده بطريقه ما الطفيل يوصل للفم، مش عارف ازاي. فرضا ان هو وصل، ممكن لما انت تاكله. وكمان لازم القطه تكون مصابه بالتوكسوبلازما، يعني القطه اصلا عشان يحصل حاجه زي كده لازم تكون هي مصابه بالتوكسوبلازما. ومع ذلك بعد الليله دي كلها لو وصل لك عن طريق الفم، فممكن المناعه بتاعتك تتغلب على الطفيل وما يجيش ليك توكسوبلازموزس اصلا. ومع ذلك جالك يعني في اسوأ الظروف، الاحتمال اللي نادر بيحصل اصلا، حصل الاصابه بالتوكسوبلازموزس. فهي ما بتعملش عقم خالص، هي ممكن تعمل اجهاض للاجنه، ودي حاجه ما نخافش منها لسبب واحد:
لما بتيجي البنات تحمل، في اول ما بتروح للدكتور اول حاجه بيعملها الدكتور اصلا شويه تحاليل من ضمنها التوكسوبلازموزيس. انت متخيل؟ فاول حاجه بيطمن عليها توكسوبلازموزيس، خلاص ما فيش توكسوبلازموزيس ما تقلقيش، طب في بيتعالج والموضوع بنخف منه، ما بيعمل لناش اي مشاكل. فانا عايز نطلع من دماغنا الخوف من حوار الاجهاض ومن حوار العقم ومن حوار التوكسوبلازموزيس. وعشان اطمنكم اكتر فعايز اقول لكم على معلومه بسيطه. انا دكتور بيطري وعندي المدام دكتوره بيطريه، ومعانا سوكا تقريبا من اول ما اتجوزنا، فلو كان في مشكله او خوف من القطط انا ما كنتش هخلي سوكا عندي لحد هذه اللحظه، والحمد لله معانا رقيه. فما نقلقش خالص من موضوع التوكسوبلازموزيس. انا عايزين معلش هتعبكم في حاجه نشير الفيديو ده على قد ما نقدر يوصل لكل الناس، بحيث ما اجيش بعد كده الاقي حد بيسالني نفس الاسئله دي تاني. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه اعمل لايك. اشوفكم دايما على خير، سلام.